علشان انا بكره الحفظ، بس ده مش مبرر ان اقول ان الماده صعبه، فاهمني؟ هي صعبه بالنسبه لي انا، انما عموما مش صعبه، يعني ما فيهاش تشغيل دماغ، انت بس بتحفظ. يعني الادب والنصوص ماده ما فيهاش ابداع، زي الاناتومي مثلا كده هيقولوا لك ايه، افهم الاول وانت هتعرف تحفظ، تيجي تفهم تلاقي مش حابب تتفهم. فالاسئله الكتير او الحل الكتير هي اللي هتثبت المعلومات اللي انت ذاكرتها من اول السنه او راجعتها امبارح. انا عايزك تحل كميه شوامل محترمه، مش عايزك تعطل في الادب والنصوص. الامتحان عباره عن حفظ بس. مساء الخير، وزي ما واضح من عنوان الفيديو هنتكلم النهارده عن الادب والنصوص، واللي عارفني منكم فاكيد عارف ان دي كانت اصعب ماده في حياتي. فقبل اي حاجه وزي ما متعودين معايا، يا ريت تطمنونا عليكم في الكومنتات، عملتوا ايه في امتحان التوحيد؟ والامتحان كان كويس ولا لا؟ وهل جه شبه الامتحان التجريبي ولا مختلف ولا ايه النظام عموما؟ يعني كومنتات مفتوحه، فعيشوا حياتكم وطمنونا عليكم. طيب نخش في الموضوع على طول. بالنسبه للادب والنصوص فالمفروض يعني زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت ان الادب والنصوص محتاجه حفظ كويس جدا. فلو انت الموضوع مش الطف حاجه معاك وخلاص فتره المراجعه ديت خلصت، فسواء انت ذاكرت الماده كويس او لسه مش احسن حاجه برضه، فهقول لك دلوقتي تعمل ايه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. انت معاك دلوقتي بالظبط حوالي يوم ونص على امتحان الادب والنصوص، يعني النص يوم اللي هو بتاع النهارده ده واليوم اللي هو بتاع بكره وبعدين الامتحان. فالنص يوم بتاع النهارده ده انت هتستغله في انك هتجيب الماده كلها من اول وجديد، قراءه بتركيز. سواء كنت مذاكر كويس او مش مذاكر كويس، فاقرا الماده كلها كويس جدا بتركيز، اهم حاجه النهارده. لو خلصت بدري والماده ما خدتش معاك وقت طويل، انت هتقرا بس مش هتذاكر، هتدخل على بنك الاسئله، وطبيعي جدا عشان انت لسه قارئ الماده فهتبقى في دماغك، فالاسئله هتتحل معاك بسهوله جدا. عطلت في حاجه يا عم ارجع لها تاني من كتاب الشرح، مفيش مشكله، ده ما يعطلكش في حاجه ولا يحبطك. بالنسبه بقى لتقسيم الماده، تقسمها ازاي او تبدا بايه وتسيب ايه للاخر؟ فيفضل تبدا بالصعب اللي هو النصوص. النصوص فيها كلام كتير قوي، يعني لازم تبقى حافظ النص والتعريفات والجماليات وكل الكلام ده كله، فاهم؟ فالموضوع بيبقى اصعب شويه في النصوص، فابدا بيها، اخلص منها الاول وبعدين ابقى ادخل على الادب. تقسم الادب بقى نفسه ازاي؟ تقسمه على حسب ما هو متقسم وحدات كده، يعني مثلا المدارس لوحدها في قاعده واحده، بقيه الحاجات برضو كل حاجه منهم لوحدها، فاهمني؟ وهكذا. وهتخلص كل حاجه تحل عليها على طول من باقي الاسئله، بحيث ان الحل ايه، يثبت المعلومات وتبقى بتحل على جزء بجزء، انما ما تحلش على الادب والنصوص كله مره واحده، فاهمني؟ يعني سهل الموضوع على نفسك شويه وقلل المقدار اللي انت هتذاكره او هتحل عليه في القعده الواحده. يعني بالنسبه بقى لتركز على ايه في الماده اهم حاجه، فالادب والنصوص دي ما فيهاش حاجه محدده تركز عليها اهم حاجه، الماده كلها عباره عن حفظ، والاسئله بتبقى عباره عن حفظ بس. فلو انت حافظ كويس او حلل كتير جدا من امتحانات السنين اللي فاتت هتعرف تحل كويس جدا. طيب اقل عدد شوامل تحله كام شامل؟ انا عايزك بص، لو تعرف تحل كتاب المرشد ده مرتين كمان حلو. انا عايزك تحل كميه شوامل محترمه، مش عايزك تعطل في الادب والنصوص. الامتحان عباره عن حفظ بس، فالاسئله الكتير او الحل الكتير هي اللي هتثبت المعلومات اللي انت ذاكرتها من اول السنه او راجعتها امبارح، اللي هو النهارده. يعني بتكلم على الحل بتاع بكره اللي هو النهارده، يعني فاهمني؟ يعني الادب والنصوص ماده ما فيهاش ابداع، زي الاناتومي مثلا كده هيقولوا لك ايه، افهم الاول وانت هتعرف تحفظ، تيجي تفهم تلاقي مش حابب تتفهم، حفظ بس. فنصيحه مني عشان ما نقعدش نرغي كتير، سيبك من اللي يقول لك افهم، لا احفظ على طول. معاك يوم ونص ان شاء الله، لو هتطبق اليوم ونص دولت بس نام قبل الامتحان كويس جدا. بس اهم حاجه انك تذاكر كويس جدا. يعني بقول لك ما فيش مشكله انك تطبق، دي اخر مره في حياتك هتذاكر ادب ونصوص، بس مش عايزك تنقص جامد في الادب والنصوص. الماده مش محتاجه ابداع ولا تعب زي ما قلت لك، يعني ما فيهاش تشغيل دماغ، انت بس بتحفظ، والحفظ ده بيجي بالتكرار والحل الكتير، فالموضوع مش صعب، ما تصعبهاش على نفسك. اما بقى تسمع مين في ليالي الامتحان ديت، فمعاك اول حاجه كده قناه دروس عربيه مستر احمد ناجي، بما نازل حل بعض الامتحانات وخصوصا الامتحانات التجريبيه ومهمه جدا جدا يعني، فاسمعها اوكي مفيش مشكله. صدقني الادب والنصوص عشان هي ماده ما فيهاش ابداع، فالموضوع فيها مش صعب، انت حاسه تقيل، او انا عن نفسي كنت حاسه تقيل علشان انا بكره الحفظ، بس ده مش مبرر ان اقول ان الماده صعبه، فاهمني؟ هي صعبه بالنسبه لي انا، انما عموما مش صعبه. هي ما فيهاش ابداع، ما فيهاش فهم، ما فيهاش قوانين مثلا وحاجات لازم تحفظها وتشتغل وتفكر فيها، وزي ما قلت لك دول اخر يوم ونص هتراجع او هتحل فيهم ادب ونصوص، فايه
تضيعهمش منك. وبالنسبه لبنك الاسئله اللي المفروض تحله في الادب والنصوص برضو مع كتاب المرشد اللي هو امتحانات السنين اللي فاتت، فلو هو مش معاك فهتلاقيه على قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو. وبس كده، ده كان حرفيا كل ما يخص ليالي امتحان الادب والنصوص. فلو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو ده لاصحابك كلهم علشان يستفيدوا ويعرفوا هيعملوا ايه في ليالي الادب والنصوص ديت. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.